لو جيت سألتك وقلت لك هي أكتر قارة فيها مواهب، في احتمال تقول لي أوروبا، وهيكون لك قناعاتك الشخصية بسبب وجود شارلتون بيكنبار كرويف فان باستن كريستيانو وتشافي وانيستا والأساطير كتير جدا. بالمناسبة كلامك هيكون صح. ممكن تقول لي القارة اللاتينية وهيكون أسبابك في بيليه مارادونا ميسي الظاهرة رونالدينو نيمار والأساطير كتير برضه. ممكن تبقى فيلسوف وتقول لي أفريقيا، لكن لو سألتك قلت لك إيه هي أكتر قارة مظلومة، ردك مليون في المية هيكون أفريقيا. من أساطير أوروبا كتير جدا أصولهم أفريقية، وحتى اللعيبه اللي لعبت مع منتخباتهم الافريقيه اتظلموا في الجوائز الفرديه. قاره فيها ايتو ودروجبا والحاج ضيوف وعبيدي بيليه ومحمد صلاح وكالوشا ما تحققش ولا سنه في التوب 1 من الجوائز العالميه باستثناء 95 مع جورج وايا. باختصار هي قاره عباره عن منجم دهب منهوب. فيلا بينا نبدا ونختار التشكيله الافضل في تاريخ القاره السمراء. في البداية كده هختار فورميشن التلاتة تلاتة أربعة زي ما انت سمعت بالظبط، بسبب ان الخطوط الأمامية أكتر خط فيه عتاولة، فكان لازم اختار فيه أربع لعيبة على الأقل. بالنسبة لحراسة المرمى، مركز ملان عمالقة. التلات أسماء الأبرز في تاريخ القارة هما الكاميروني توماس نكونو والمغربي بدو الزكي والمصري عصام الحضري، لكن اختار حارس القرن الأفريقي الكاميروني العملاق توماس نكونو. الفرنس فوتبول لما قررت تختار في كل مركز 10 لاعبين الأفضل في التاريخ في مراكزهم، اختاروا في حراسة المرمى أسماء عملاقة زي ليفيا شين، بوفون، سيب ماير، نوير وغيرهم كتير. وكان ما بينهم افريقي وحيد هو توماس نكونو. والاتحاد الدولي لتاريخ الاحصاء لما اختاروا افضل حارس مرمى في تاريخ افريقيا اختاروا توماس نكونو. توماس نكونو كان افضل لاعب في افريقيا 79 و82، مش بس حارس مرمى، فيستحق عن جدارة يكون في تشكيلتي كافضل حارس في تاريخ افريقيا. ثلاثي خط دفاع، هنبدا بوائل الجمعه. هتقولي بدأنا عدم الحيادية، وازاي وائل الجمعة اصلا ما لعبش كاس عالم ولا حتى لعب في اوروبا، وفي اسماء تانية لعبت في اوروبا كتير وعملت انجازات. اجابتي ليك في اللي جاي. ارقام وائل الجمعة كانت خيالية مع منتخب مصر والنادي الاهلي. يكفي ان اقولك 3 بطولات متتالية افريقيا 2006 و2008 و2010، وعلى المستوى المحلي 5 بطولات من دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي. انجازات كان فيها وائل الجمعة حجر اساس مهم في كلها، ما كانش مجرد ضيف شرف، وكان ينقصه هو وجيله فقط الوصول لكاس العالم. اللاعب التاني الكاميروني ريجوبرت سونج. سونج بالنسبة لنا كمصريين فهو اندر ريتد جدا، وده بسبب انه محفور في عقلنا بلقطته الشهيرة في 2008 مع زيدان. سونج وزيدان، البطولة اللي خسر فيها سونج منتخبه الأميرة السمراء. بس أنا هجيب لك حاجة كسونج دلوقتي. طبعا لو قلت لك دلوقتي إن سونج واخد 2 أفريقيا هتستغرب، خصوصا لو انت من جيلي اللي وقع على الكرة من 2004 كده، لان سونج توج ببطولة 2000 و2002، وكان عنصر اساسي مهم في كتيبة الكاميرون التاريخية، كتيبة موبومبو وايتو. وكمان خسرنا احنا مصر في 2002 1-0 في ربع النهائي. المدافع الثالث الغاني صامويل كوفور، المدافع اللي قدر يتوج ب6 دوري الماني مع البايرن وواحد دوري ابطال اوروبا سنة 2000، وكان قريب قوي بالتتويج بافضل لاعب في افريقيا سنة 99، وفرق كان بينه وبين كانو نقطتين بس. وفي 2001 كان بعد الحاج ضيوف في جائزة افضل لاعب في افريقيا. ندخل في مدعكة وسط الملعب. اكيد لما اختار ارتكاز هختار الايفواري يايا توريه، اللاعب اللي نجا من جيل دروجبا وكمل مع الجيل الايفواري الجديد وتوج افريقيا 2015 كقائد للفريق، زائد انه صاحب اكتر عدد في الحصول على افضل لاعب افريقي بالتساوي مع ايتو 4 مرات متتاليه 2011 و12 و13 و14. اتنين لعيبه قدام يايا توريه، تخيل انك هتختار اتنين بس وسط عبيدي بيليه اوكاشا ابو تريكه الاخضر بلوم مصطفى حجي واسماء تانية كتير، لكن ليست للجبناء. بالنسبه لي افضل ثنائي هما الغاني عبيدي بيليه والماجيكو محمد ابو تريكه. عبيدي بيليه الغني الاشهر في التاريخ، لاعب جاب النجمه الوحيده على تيشيرت مارسيليا دوري ابطال اوروبا 93، وما كانش مجرد ضيف شرف في البطوله، الهدف الوحيد في النهايه ضد الميلان هو صاحب الاسيست الوحيد. عبيدي بيليه افضل لاعب في افريقيا 3 مرات وبطل افريقيا 82، لكن ما كانش ليه بصمه قويه في البطوله بسبب انه كان لسه صغير وما كانش بصوره اساسيه في البطوله. اما ابو تريكه ممكن يتظلم بحكم انه ما احترفش، لكنه على المستوى المنتخب عمل كل حاجه في الكوره، على المستوى الافريقي 2006 و2008 وعلى المستوى العالمي في كاس العالم للقارات 2009، غير انجازاته الفرديه مع النادي الاهلي، فيستحق يكون في تشكيله الافضل في افريقيا. وبالنسبه للرباع الخط الامامي الجناح اليمين محمد صلاح. بالنسبه لي صلاح مش بس افضل جناح يمين، هو تاني افضل لاعب في تاريخ القاره بعد الجناح الايسر في تشكيله صامويل ايتو الاسد الكاميروني، اللاعب الاكثر حصولا على جائزه افضل لاعب في افريقيا 4 مرات بالتساوي مع يايا توريه، الهداف التاريخي افريقيا 3 دوري ابطال اوروبا مع ناديين مختلفين برشلونه والانتر، 2 افريقيا 2000 و2002، ذهبيه اولمبياد 2000 في سيدني. ارقام مرعبه لصامويل ايتو، يستحق يكون في تشكيله بلا منازع. اتنين مهاجمين الايفوار دي دروجبا، اللاعب اللي قدر يعمل تاريخ مع تشيلسي ومن ينسى هدف التعادل ليه ضد البايرن في دوري ابطال اوروبا 2012، ويتوج بعدها تشيلسي بدوري ابطال اوروبا للمره الاولى في تاريخه. والمهاجم الثاني اللايبيري جورج وايا، الافريقي الوحيد اللي نصفوه الفرنس فوتبول في التتويج بجائزه البالون دور سنه 95، وهي دي تشكيله الافضل في افريقيا من الحارس نكونو لحد جورج وايا. وقول لي تشكيلتك في التعليقات وما تطنش كالعاده.